السلام عليكم. واحدة من الحاجات المهمة جدا في عالم تصميم الويب هي ان انت لما تكتب مقال او تكتب حاجة الناس هتقرأها تكون واضحة ليهم، يكون كل جزئية واضحة. المستخدم يقدر ان هو يقرأ الحاجة بشكل سليم، يقدر يقرأها وهو مرتاح. خلونا على سبيل المثال علشان اوضح الفكرة بشكل احسن ناخد النص اللي قدامنا ده كمثال. هنا النص ده بيقول فوائد تعلم البرمجة. بيتكلم ان في العصر الحديث ان البرمجة بقت مهمة وان هي بتساعد تحسين التفكير. بعد كده بيركز بقى على حاجات زي ايه. اصبحت البرمجة واخد بالك انت البرمجة تعتبر البرمجة مهمة جدا. شايف هنا خدت بالك ان حصل تغيير في النص. عندما تبدأ في تعلم البرمجة تكتشف ان هناك العديد من اللغات البرمجية مايلة. شايف كده جاية بشكل مختلف. من المهم ان انت تختار اللغة بناء على اهدافك. كما يمكن استخدام البرمجة لتطوير مشاريعك الخاصة وتمييز نفسك. خدت بالك من الحتة الصفر، تمييز نفسك. هناك بعض النصائح يبدأ ان هو يقولك ابدأ بمشاريع صغيرة وتدريجيا انتقل الى مشاريع اكبر. قم بقراءة الاكواد المكتوبة وسط الاخرين وتجنب. واخدين بالكم من الفكرة دي؟ فكرة ان هو كل نص او كل كلمة بيحاول يحط لها حاجة بتعبر عنها. يعني هنا عايز ينبه شارك في مجتمعات البرمجة، حاطط تحتيها خط. هنا المعادلات زي ما انتم شايفين H2O في الكيمياء، فشايفين نازل ال2 ازاي. ومعادلة الطاقة MC2 كأس بالشكل ده، رفعه كأس. باختصار تعلم البرمجة بيفتح لك أبواب جديدة. طيب برضو هنفهم الموضوع ده بشكل أفضل. أنا عندي 3 نصوص، عايزكم تبصوا على النص الاول بس. يعني عايز ان احنا نركز على النص الاول بس. في فرق كبير قوي لما نكتب النص بالشكل ده. فوائد تعلم البرمجه في العصر الحديث اصبحت مهاره اساسيه. حاجه يعني ما بتتقرأش، يعني تحس ان هي تقيله قوي ان حد يقراها. وما بين ان احنا نكتبه بالشكل ده زي ما احنا شفنا فوائد تعلم البرمجه في العصر الحديث اصبحت البرمجه مهاره اساسيه، شايف، وتمييز نفسك. طيب الكلام ده بنعمله ازاي؟ احنا هنعدي على الكود ونشرح كل كود ان شاء الله بشكل مفصل. خلونا هنا لو رحنا عند فوائد تعلم البرمجة، هو كاتب في العصر الحديث اصبحت بي. هنا استخدم element اسمه بي اختصار لبولد. شايفين البرمجة بقت عاملة ازاي؟ حط كلمة البرمجة جوه element اسمه بي بالشكل ده. هذه المهارة لا تقتصر فقط. خلينا هنا بعد كده تعتبر البرمجة مهمة جدا. هتلاقوا ان ان المهمة جدا نستخدم فيها حاجة اسمها سترونج، بحيث ان النص يكون قوي، يظهر بشكل قوي. هتلاقوا ان البرمجة مهمة جدا قريبين من بعض، يعني البولد والسترونج قريبين من بعض، بيدوا نفس الفكرة تقريبا. طيب عندما تبدأ في تعلم البرمجة تكتشف ان هناك العديد من اللغات البرمجية. هتلاقيها اللغات البرمجية مالت كده شوية. ده اي اختصار لحاجة اسمها ايتاليك، هي بيبقى خط كده مايل شوية. طيب هو هنا معوج زي ما انتم شايفين هنا. هنا اللغات البرمجيه معوجه شويه. ده اي يبقى كده اتعلمنا بي سترونج. البي والسترونج نفس الحاجه تقريبا، بيدوا نفس الانطباع، انطباع القوه، انطباع البولد، حاجه بولد. الايتاليك بتدي يعني حاجه تشيك شويه. اللغات البرمجيه مثلا حاجه ليها رونق مختلف زي ما بيقولوا. طيب من المهم انك تختار اللغه المناسبه ليك، عديها. كما يمكن استخدام البرمجه لتطوير مشاريعك الخاصه وتمييز نفسك. شايفين هنا تختار اللغه المناسبه هنا. من المهم انك تختار اللغه المناسبه ليك بناء على اهدافك الاول. بناء على اهدافك واهتماماتك. هو هنا بيستخدم element اسمه EM، يعني التاثير بتاعه ضعيف شويه. يعني هنا انت ممكن تستخدم الايتاليك او الاي افضل من الاي ام. كما يمكن استخدام البرمجه لتطوير مشاريعك الخاصه. مارك عمل لها علامه. عارف انت لما يكون معاك الماركر وبتذاكر فبتعمل علامه على حاجه بالاصفر، نفس الكلام هنا. انت بتقول له ان هنا في حاجه مميزه. طيب هناك بعض النصائح لتعلم البرمجه بشكل فعال. ابدا بمشاريع صغيره يبقى سمول. هو طبعا في حاجات تاثيرها مش واضح قوي في المثال هنا. يعني الاي ام تاثيرها مش واضح، وابدا بمشاريع صغيره برضو مش واضحه قوي. لكن هي الفكره بتاعتها واضحه، مش واضحه هنا في سياق النص او في سياق الكود اللي احنا كاتبينه. انا حاولت اجيب مثال يعني على قد ما اقدر وتكون الفكره بتاعته واضحه. طيب هنا سمول تدريجيا، ابدا بمشاريع صغيره وتدريجيا سمول. انت عارف اللي هو حاجه صغنططه. قم بقراءه الاكواد المكتوبه بصوت الاخرين. وهنا رايح اعمل لها ايه؟ قم بقراءه الاكواد المكتوبه بصوت الاخرين وتجنب. خلي بالك اشطب على فكره على الحته دي، ما تعملهاش ديليت وتجنب. رايح اعمل لها خط كده.
تشارك في مجتمعات البرمجه اندز بالشكل ده، بيعمل لها زي خط اندرلاين، بيحط لها خط من تحتها اللي هو حاجه بيعلم عليها بالشكل ده. عند كتابة المعادلات قد تحتاج إلى استخدام النصوص المختلفة المنخفضة إلى النصوص المنخفضة والمرتفعة، مثل معادلة الماء O اللي هي ال H2O. H2 علشان ينزل ال 2 دي كده يستخدم sub ال P، لكن علشان يرفع ال 2 كأس استخدم السب. مش عارف هي كده بتنطق صح، انا مش بدي كورس انجليزي يعني، هو الموضوع واضح قدامكم. في فرق ما بين الاس فبيعمل البي اللي هي واقفه، وما بين الاتش 2 في المعادله فبيستخدم البي اللي هي نايمه. باختصار تعلم البرمجه يفتح لك ابواب جديده، حاطط تاني سترونج، ابواب جديده سترونج. فاحنا كده اتكلمنا بشكل عام بمفهوم عام ان النص ممكن يكون سترونج، ممكن يكون سمول، ممكن يكون ايتاليك معوج شويه، ممكن اعمل مارك احط ماركر على حته معينه، ممكن اعمل ديليت لحته معينه اقول له ما تعملهاش، ممكن اعمل انسرت اللي هو ان في خط تحتها، ان في هنا خط تحتها في الانس اللي هي هنا شارك في مجتمعات البرمجه. دي حاجات بتساعدني ان انا اعمل فورمات للتكست بتاعي بشكل كويس، علشان الناس لما تدخل تقرأ مقالة تقرأها وهي مرتاحة، تقرأها وهي هضمة المقالة، ما تكونش حاجة الفرق واضح تماما ما بين النص ده وما بين النص ده، فرق واضح تماما. يا رب ان شاء الله الفيديو يكون مفيد وان شاء الله تكونوا استفدتوا بيه، واشوفكم في الدرس الجاي ان شاء الله.